السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل حبايبي ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة بقى يا جماعة هنتكلم عن موضوع مهم قوي 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 قوي. يعني حصل حاجة مفيش عقل يتخيلها، بجد مفيش عقل يتخيلها. للأسف للأسف الشديد. اسماعيلية اللي كنا هي يعني اسمها مدينة السحر والجمال. للأسف بتيجي ناس مش من اسماعيلية أصلا، ومش يعني مش مواليد اسماعيلية ولا بقالهم سنين ولا الكلام ده. بتبقى ناس غريبة، يعني معرفش هما بيجوا منين، بس ناس غريبة عن البلد. مش معنى ان مثلا جريمة او مصيبة حصلت في اسماعيلية يبقى من اهالي اسماعيلية اللي هما مقيمين فيها بقالهم السنين. لا، مفيش الكلام ده. الناس دي بتبقى غريبة وجاية من بره، واحنا ما نعرفش هما جايين منين بصراحة. كارثة، مصيبة، فجوة، حاجات مفيش عقل ابدا يتخيلها. والله العظيم النفسية زفت، الناس كلها حزينة، البلد نفسها حزينة على اللي حصل ده. وده فيه عامل اساسي كبير قوي قوي من الاهل اللي على طول احنا بنقول يا جماعة خدوا بالكم من ولادكم، اذا كان ولد او بنت. بتروح فين؟ بتتكلم مع مين؟ التليفون والنت والسوشيال ميديا. يعني مش كل الناس والعالم هيستعملوها صح، في ناس كتير قوي بتستعملها خطأ للأسف. فأساس كل نصيبة أولا هيبقى فيه قلة مراعاة من الأهل، الأب أو الأم. ولما بيحصل انفصال بين الأب والأم، الولاد بتتحول لأن خلاص يعني الأم حاجة كبيرة قوي في البيت، والأب ده بيبقى عمود البيت. لو يعني عمود من الأعمدة ده سقط، خلاص الدنيا بتنهار، يعني بتقع ما بتقومش تاني. والمشكلة الولاد هما اللي بيعانوا من حاجة زي كده. يعني الولد اللي احنا هنتكلم عليه ده عمل جريمة كبيرة قوي قوي قوي. يعني اسماعيلية كلها بصوا يعني في حالة حزن وغضب وحاجات كتيرة قوي قوي. الولد كان بيقعد يتفرج على أفلام اللي هي فيها العنف وفيها قتل وفيها ذبح وفيها معرفش ايه. وجه في يوم، ده امبارح، مش في يوم، ده امبارح، اللي هو كان ايه النهارده، اللهم صل على سيدنا محمد. النهارده الحد، هو كان الجمعة. الولد دون لسه في ابتدائي، يعني لسه 13 سنة ولا كده يعني. الولد ده عايشين في اسماعيلية، أهله أمه منفصلة عن أبوه راجل بيطلع الساعة 6 الصبح بيرجع 10 بالليل. عنده أخت صغيرة بس، أمه منفصلة ومتجوزة عمه. اللهم صل على سيدنا محمد. الولد دون كان بيتخانق مع واد زميله في المدرسة، واستدرجه، قال له تعالى وخلاص وهنتصالح ومعرفش ايه. طبعا الولد التاني ده مسكين، يعني لسه برضه عقله ومخه مش هيجيبه خالص ان يعني زميله هيعمل فيه حاجه. اللهم صل على سيدنا محمد. الولد اخده ودخل قال له تعالى وهنتصالح ومعرفش ايه. الولد دون كان عندهم اتخانقوا مع بعض. يقال ان الولد اللي هو استدرك زميله دون كان عايز يعتدي على زميله، فزميله طبعا بهدل الدنيا طبعا وضربه، وازاي ومش ازاي ضربه. فالتاني طبعا ازاي بقى انا هتضرب وازاي انت تقول لي لا، وهو اصلا حته بتاع قد كده يعني. استغفر الله العظيم.
وراح جايب الشاكوش وضرب الولد على دماغه وفضل يضرب فيه على دماغه. طبعا التاني لا حول ولا قوة. طب فين الجيران؟ فين الناس؟ فين؟ مفيش حد حاسس بأي حاجة خالص. دي حاجة التانية، ده يعتبر طفل، ليه 13 سنة، مش راجل يعني، لا طفل. ازاي جاب منشار اللي هو اللي بيتحط في الكهرباء ده، كهربائي ده، اللي هو تقيل قوي اصلا، احنا ما بنقدرش نشيله. الراجل نفسه لما بيجي يعمل اي حاجه، بينشر اي حاجه كده، بتبقى الموضوع بالنسبه له صعب لانه تقيل وبيفضل يهز كده في الواحد كده. ازاي انت جبته وقطعت زميلك وحطيته في شنط ورميت ورا كارفور ورميت في الترعه ورميت في حته مهجوره وحطيت جزء في التلاجة؟ ازاي ده كله حصل؟ ازاي قدرت تشيل في اكياس وفي شنطة المدرسة وتروح ترمي، تركب ميكروباص وترجع، تركب ميكروباص وترجع؟ مش داخلة دماغي. الولد ده اكيد فيه ايد معاه، حد بيساعده وحد كبير مش صغير. ازاي انت قدرت تعمل كل ده ولوحدك ومفيش حد معاك، وتروح ترمي وترجع وترمي وترجع وترمي وترجع؟ ايه ده؟ ايه ده؟ طب ازاي؟ طب الميكروباص اللي انت ركبته ده، هي الشنطة دي ما كانش فيها دم، ما كانش فيها اي حاجة خالص تدل على ان في مصيبة هنا في المكان ده؟ ما كانش فيه اي حاجة خالص يعني تدل على ان في كارثة بتحصل؟ طب ابوك لما جه الساعة 10 بالليل ولا 11 بالليل ما لقاش اي حاجة كده في الشقة في البيت متغيرة؟ مفيش نقطة دم كده؟ مفيش معرفش ايه كده؟ مفتحش الفريزر؟ ما عملش اي حاجة؟ اصل عشان طفل يقوم بكل العملية دي الاجرامية دي ويقطع زميله ويحطه في شنط ويروح يرميه ولوحده، ايديك ما ترعشتش ولا حاجة؟ ده انا قسما بالله ما بقدر ابص على فرخة بتدبح، الفرخة اللي ربنا سبحانه وتعالى حللها عشان ناكلها، قسما بالله انا ما بقدر ابص عليها وعلى اي حاجة خالص بتخر دم. ولو عيل، الموضوع معرفش بصراحة، موضوع صعب. ويا جماعة عشان خاطر ربنا، لا ابنك يروح عند زميله ولا بنتك تروح عند زميلتها ولا ابنك ولا بنتك يتحركوا من البيت بعد المدرسة، ولو تقدروا تروحوا توصلوهم المدرسة وفي ميعاد المدرسة تروح تجيبوهم يبقى مفيش مشاكل. نفس الحكاية الدرس، خلي ابنك كده من صغره ما يدخلش بيت حد، انت ما تدخلش بيت حد، اللي عايزك يجيلك بيتك، لكن انت ما تدخلش عند حد وما تروحش بيت اي حد خالص. يا جماعة الموضوع صعب، الموضوع صعب. والتليفونات، ما تخليش ابنك يمسك تليفون. تليفون ايه؟ تليفون ايه؟ انا عايزه افهم. يبقى الست قاعده كده وجايبه تليفون قد كده لحته عيل لسه بيعملها على نفسه، وخد التليفون والعب بالتليفون. انت ما تعرفيش هو بيدخل على ايه ولا بيلعب في ايه ولا بينيل ايه، انتوا ما تعرفوش حاجه. انتوا عايزين تلهوا العيال في التليفون وتشوفوا بقى اذا كنتوا عايزين تاكلوا تشربوا تناموا ما اعرفش تروحوا فين. ما ينفعش، ما ينفعش يا جماعه، ده ضنا، ده العيال دي ضنا يعني، حته من القلب من جوه، حته من القلب. يا جماعة الخير علشان خاطر ربنا خدوا بالكم من ولادكم، خدوا بالكم من بناتكم، خدوا بالكم من العيل رايح فين وجاي منين، وبلاش التليفونات عشان خاطر ربنا، عشان خاطر ربنا بلاش تدي تليفون لابنك وانت مش عارفه هو بيتفرج على ايه، على افلام كلها قرف ولا بيتفرج على ايه، ما احناش عارفين اي حاجه. مش نرمي التليفون كده ونسيبه خلاص. وما تخليش ابنك يروح في اي مكان، ولا صاحبي ولا زميلي ولا اي حاجه، يطلع من المدرسه على البيت ومن البيت على المدرسه وشكرا، وعينيكم تبقوا مفتحه قد كده على اولادكم، لان اللي حصل ده مش حاجه سهله ابدا ولا هينه. ربنا يصبر اهله ويبرد قلب امه وقلب ابوه اللي مش حالتهم غيره، ما عندهمش غيره، هو بس ولد واحد بس، ولد واحد بس يا حبيبي.
وطبعا لا ابوه ولا امه قدروا يشوفوا المنظر. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي عمل فيه كده، واللي كان سبب في حاجه زي كده، واللي شارك في حاجه زي كده، واللي شاف حاجه زي كده. حسبي الله ونعم الوكيل. يا رب انت قادر على كل شيء، تجيب له حقه وتبرد قلب امه وتبرد قلب ابوه. يا رب يا رب. هو ان شاء الله في الجنه، في الجنه ونعيمها، لانه طفل 13 سنه ما عملش حاجه، ما عملش حاجه. بس ازاي البشاعه يعني يعني انا مفيش قلب. ده من البجاحه بتاعته. الولد اللي هو اللي قتل ده بجح، عيل بجح. ربنا يورينا فيه عجائب قدرته ان شاء الله، وزي ما عمل في زميله يتعمل فيه بقدرة ربنا سبحانه وتعالى. يا رب. من قتل يقتل ولو بعد حين. الواد بيقول انا اكلت منه حته وكاني باكل بانيه بالظبط، طعمه في بقي زي البانيه. شوف القهره، شوف القهره. ابوه واقف وبيسمع الكلام ده. الراجل مش قادر، الراجل ما بينامش والست ما بتنامش، ده خلاص امه هتتجنن. يا رب تصبر قلبها، بركه سيدنا النبي وآل بيت رسول الله. تصبر قلبها وتجعل فيه كده يعني. يا رب انت بس طبطب على قلبها وعلى قلب ابوها. يا جماعه يعني انا الهدف من الفيديو ده ان انا اوعيكم، وبلاش التليفونات عشان الولاد اللي بيتفرجوا على افلام العنف والحاجات دي وبيجيوا يطبقوها. دلوقتي اي واحد سنه لسه ما راحش ولا جه يقول لك اصل انا كنت بتفرج على فيلم وحبيت انفذه يعني واعمل زيه يعني. ما ارواح الناس مش لعبه يعني، افلام ايه وبتاع ايه. فخدوا بالكم من ولادكم واعرفوا اصحابهم. وما برضه حتى والله لو صاحبه ده يعني نجمه من السما، بلاش حد يدخل بيت حد. ما تأمنيش على ابنك مع اي حد ولا بنتك، مش ابنك بس ولا بنتك. تأمني، ما بقاش في امان، ما بقاش في ثقه في حد. خدوا بالكم من ولادكم عشان خاطر ربنا، وربنا يحفظكم ويحفظنا ويحفظ ولادنا يا رب، وولاد أمة سيدنا محمد يا رب. وتبرد قلب أمه ويصبر قلبها ويصبر قلب أبوه يا رب. ما في ايدناش حاجة غير ان احنا ندعي لهم. يعني كفاية القهرة اللي في القلب دي، ربنا يكون في عونهم. احنا يعني بعيد يعني وشوفنا حاجة زي كده او عرفنا حاجة، لا قلبنا وجعنا، والله العظيم قلبنا وجعنا. تخيلي امه بقى وابوه، ربنا يصبرهم يا رب. وتحتسبوا عندك من الشهداء يا رب، تحتسبوا عندك من الشهداء. صبر قلبهم وطبطب ربنا يطبطب على قلب امه وابوه، بركة سيدنا النبي وآل البيت. وخدوا بالكم من ولادكم، بلاش التليفونات، بلاش عيالكم يروحوا في اي مكان من غير ما تكونوا انتوا عارفينه. بلاش صحوبيه ولاد ورايح وجاي مع زميلي ومش عارفه رايح فين وجاي منين. بلاش يا جماعه، بالله عليكم، بالله عليكم. بعد اللي حصل ده خلاص، ده الواحد لو طايل يفتح بطنه كده ويحط ابنه جوه هيعملها عشان يعني يحافظ عليه. وربنا يحافظ عليهم يا رب، ولادنا وولاد ام سيدنا محمد. يا رب ما تضر حد في ضناه يا رب، عشان خاطر سيدنا النبي. ما تضر ولا تحرق قلب على ضناها يا رب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مش عارفة والله.